شفت الحلويات الدايت اللي على السوشيال ميديا ومكسره الدنيا؟ واشتريتها. وانا كمان اشتريتها. طب انت كان رايك فيها ايه؟ انا عجبتني جدا جدا بصراحه. انا عايز اقول لك ما عجبتنيش بقى خالص. حسيت انها مسكره قوي، يعني كلت حته صغيره ما قدرتش اكملها من كتر ما هي سكرها لا جزعني. بص انا عجبتني بصراحه، لان انا دايما في الحته بتاعه الدايت دي حتى لما باجي اعمل نظام لنفسي انا تفضيلاتي ان انا ادور على الحاجه بالكميات الاكبر شويه، حتى لو الكواليتي او التيست بتاعها مش احسن حاجه، بس احس ان انا شبعان، انا بنبسط كده. مش عارف، انا عكسك بقى في الحته دي. يعني انا احب اكل الحاجه حتى لو كميتها صغيره، بس اكلها على اصولها. يعني هعمل بسبوسه مثلا اعملها بسكر عادي انبسط بيها، حته صغيره انبسط، بس هاخدها سكر دايت وتجزعني لا. ما اعتقدش ان الناس كلها كده. في ناس بتدور على الكوانتيتي ان ياكل كميه كبيره، وفي ناس بتدور ان الحاجه تاكلها حتى لو بكميه صغيره على اصولها او زي ما هي بتتعمل او متعودين عليها. اوافقك طبعا طبعا، الناس بتختلف في الحته دي، بس عارف السكر الدايت بيديك حلاوه زياده. فبحس لو انا عايز اعود حد ان هو يقلل السكر بتاعه او استخدام السكر، انا كده بفتح التيست بادز بتاعته اكتر. بص انا متفق معاك في الحته دي، عشان كده حتى دايما لما باجي الناس تسالني ايه رايك في السكر الدايت او استخدم منه قد ايه، ما بجاوبش على طول. احب اسمع هو اصلا بيستخدم سكر ابيض قد ايه. فلو لقيته مثلا بيستخدم معلقه او 2 او ماكسيموم 3 في اليوم، اقول له خلاص انت كده خليك زي ما انت، خليك زي ما انت، مش محتاجه سكر دايت. لكن لو انت في ناس انا بقابلهم فعلا مثلا مهندسين او بيشتغلوا عدد ساعات طويله، فتلاقيه بيستهلك في اليوم 20 و25 و30 معلقه سكر وهو مش مركز فيهم. ففي النوعيه دي من البيشنت او من المرضى بننصحهم ان هم يستخدموا سكر بديل او سكر دايت، ويبتدوا كمان يقللوه بالتدريج، ما يستخدموش باي زي ما هم عايزين باي كميه، لا يبتدوا كمان يقللوا بالتدريج. بس عارف انه اتعملت دراسه من سنتين تقريبا او سنه ونص، عارفها، كانت بتتكلم على انه جابوا مجموعه من الناس ادوهم 5 جرام من ناس خدت سكر عادي، وناس خدت اسبارتام، وناس خدت سكرين، وناس خدت ستيفيا، وناس خدت فاضل النوع كمان سكرالوز. وشافوا الهرمونز بتاعتهم هتتحرك ازاي. لقوا انه كلهم بيرفعوا هرمون الانسولين. ان مجرد ما الخلايا بتاعت البق بتاعتنا بتستطعم الحاجات المسكره، بيبتدي يحصل كل الفسيولوجي بتاع ان كلت حاجه مسكره حتى لو من غير سعرات. ممكن يدخلهم كمان في حته مقاومه انسولين، وتخليهم طول الوقت عندهم شوجر كريفنج او نفسهم ياكلوا حاجات مسكره. بص انا عشان كده دايما بقول ان كميه السكر الدايت اللي احنا او السكر البديل اللي هنستخدمها لازم تكون محدوده، ما تبقاش مفتوحه. ونستخدمه في الاول في التقليل، ان احنا مثلا لو انا متعود على عدد 10 معالق استخدم مثلا 5 اكياس سكر دايت، 4 اكياس، 6 اكياس، وابتدي اقلل بالتدريج لغايه ما اوصل لكيس او 2. ولو قدرت امنعه خالص سواء هو او السكر الابيض يبقى احسن. يبقى كده احنا متفقين انه السكر الدايت مرحله انتقاليه بالظبط، عشان ابطل السكر خالص بعدها. ومتفقين كمان ان اهم مفتاح هو الاعتدال. بالظبط كده، يبقى الاعتدال ما بين السكر العادي لو انا باخده قليل ده تمام، ومرحله انتقاليه لو سكر دايت، ولو استغنيت عنه يبقى حلو، يبقى افضل. يا ترى بقى بتستخدموا سكر عادي ولا سكر دايت؟ مستنيين اجاباتكم.